تاني يوم العاصفة يا بنات داخلة عند البط، اتصدمت من المنظر اللي انتوا شايفينه ده. لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا مطر بقالها يومين ما حصلتش طول الشتاء، يعني الدنيا جات تفتكر ان احنا خلاص بنودع الشتاء. فلازم كده نعمل احتياطاتنا ونعالج البط قبل ما دور البرد يتمكن منه. وجبت الخل والشطة كده، وهقول لكم فوائد كل حاجة واحنا هنعمل ايه عشان البط بتاعنا نحافظ عليه من النفوق او الموت المفاجئ، ومن اي امراض او بكتيريا بامر الله. فاول حاجه طبعا المنظر اللي انتوا شايفينه ده يمرض البط لو سبتيه فيه وكسلتي يا ستي الكل. الدنيا لسه بتمطر بس مطره خفيفه، يعني تقريبا كده، او ان شاء الله يكون اخر يوم في المطر النهارده. بس طبعا ما ينفعش زي ما قلت لكم ان احنا نسيب المنظر ده كده، هتلاقي البط بتاعك يعني ايه، اخد دور برد وتمكن منه وهيبقى فيه موت مفاجئ، وهتخسري التربية كلها. كمان البط الصغير زي ما انتوا شايفين كده حالته لا تسر لا عدو ولا حبيب. فاول حاجة عملتها يا بنات ان انا كنست المكان كله للبط الكبير والصغير. اي نعم كان تعب وتعب جامد كمان، ولكن نسمي الله كده ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، واستغفري طول ما انت بتشتغل في اي حاجة. استعملت المسطرين ده يا بنات، جردت بيه كل الطينة اللي في الارضية وسبتها على الطبقة الناشفة. بس للأسف البط كله عنده إسهال أو جاله إسهال في اليومين دول. البط الكبير والصغير اسهال بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده يا بنات. كمان البط الصغير اتبهدل جدا، بدأ يبقى فيه تقويصة خفيفة كده، يعني داخل على دور برد. لازم نظبط تنفسي ومعوي. بس اهم حاجة الاول الارضيات كنستها كويس، سبتها على الطبقة الناشفة زي ما قلت لكم، ورشيت طبقة نشارة خفيفة. بدأوا يفوقوا شوية كده مجرد ما نضفنا الأرضية. يعني التربية الصغيرة دي اتبهدلت، يعني اتمرمطت اليومين بتوع الشتا دول. يلا ربنا يعدها على خير، بس هنلحق يعني على قد ما نقدر. إيه قبل ما البرد يتمكن من البط كده او دور الاسهال. فهنبدأ في العلاجات بتاعتنا، اللي حسيت ان خلاص مش نافع معاهم العلاج الطبيعي من البيت، فلازم تجيبي دواء بيطري. اهم حاجة ان ما تكسليش، ما تستنيش دور البرد يتمكن عند البط، اكنسي باستمرار، ما تقوليش الدنيا هتشتي يومين فانا هسيبهم لما العاصفة تعدي وبعد كده ابدا اكنس. كده انتي هتضيعي التربية كلها، سواء بقى بط كبير او صغير او فراخ. بعد ما كنست كده يا بنات ورشيت نشارة، هبدأ كده اجيب الثوم والبصل. البصل طبعا مضاد حيوي طبيعي، بيفتح الشهية عند الطيور وبيحمي البط من الأمراض. التوم كمان كنز طبيعي يا بنات. التوم بيطرد أي ديدان أو أمراض. كمان بيعلي المناعة جدا جدا وبيخلي صحة البط أحسن. فاحنا يعني البصل والثوم موجودين في أي بيت، استعملوهم كده، سواء بط فراخ بط كبير بط صغير أي أعمار، على العلف. بالنسبة للخل والشطة حطوهم على المية يا بنات. الخل ممتاز جدا جدا، الخل بيساعد على تنظيف جسم البط من أي بكتيريا، وبيحسن الهضم وكمان بيقوي المناعة، خصوصا في الجو اللي كله فيروسات وبكتيريا وبرد جدا. هضيف كمان الشطة الناعمة على المية معلقة صغيرة كده لكل لتر يا بنات. الشطة بتدفي الجسم وبتنشط الدورة الدموية، وده مهم جدا في البرد. وكمان بتساعد ان البط يكون نشيط مش كسلان. الحاجات دي حاجات كلها من مطبخك، ما تكسليش، ابداي اعملي الوصفات. السقوة بتاع الخل والبصل والثوم والليمون يومين ثلاثة في الاسبوع. واهم من كل ده يا بنات ان انت تحافظي على نظافة المكان، ما يكونش رطب. حاولي النشارة التبن القش دايما يكون مفروش تحت في الارضية تحت رجلين البط، عشان البط بتاعك ما يكونش معرض للكساح. طبعا الفيديو اللي فات شفنا احنا بنعالج الكساح ازاي، او بنحافظ كمان على البط بتاعنا من الكساح ازاي يا بنات. شرطة بسيطة خالص كده بين الصوابع زي ما انتوا شايفين. البط شكله اتغير بعد ما نضفنا المكان وفرشنا كده نشاره في الارضيه بعد البصل بقى والثوم والخل والشطه كده. ان شاء الله يعني هيبقى افضل 100% بامر الله. ونحاول على قد ما نقدر ان احنا نطلع بعد العاصفه دي باقل نسبه من الخسائر، او بدون خسائر خالص بامر الله. دي روح ما ينفعش ان احنا نهملها. اهتمي بالطيور بتاعتك، ما تكسليش بقى وتقولي هنضف بكرة، كده كده الدنيا هتمطر او العاصفة يومين او ثلاثة، فهنكنس مرة واحدة وخلاص. تيجي على لما تالت يوم هتلاقي البرد اتمكن من الطيور بتاعتك. فاحنا لازم نبدأ كده بالوقاية قبل ما تدخلي في مراحل العلاج اللي ممكن حتى ولا العلاج البيطري يجيب معاكي نتيجة.
البرد لو اتمكن في الطيور سواء بقى بط او فراخ خصوصا في سن صغير، ما بتعرفيش ان انت يعني على ما العلاج يجيب نتيجة معاها بتلاقي نص التربية مات. فلازم نهتم كده، ما نكسلش، انت مسؤولة، دي روح انت مسؤولة عنها. وان شاء الله كل يوم هعمل سقوة او علاج حاجة تكون موجودة في البيت، نعالج بيها دور البرد والاسهال، كلها حاجات طبيعية من البيت زي ما تعودنا دايما. الحمد لله البط بدأ يفوق كده ويسحب في العلف، شكله اتغير 100 درجة. ان شاء الله نلحق كده الوضع في اوله. ويقولوا لي كده في التعليقات اللي انتوا بتعملوا ايه مع الطيور بتاعتكم في جو زي ده، او ايه الاضافات اللي ممكن تضيفوها. احنا كلنا اخوات وكلنا بنتعلم من بعض. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، وان شاء الله تعدي على خير بدون خسائر بامر الله. البط الصغير ده يا بنات عمره دلوقتي شهر و25 يوم او 26 يوم بالظبط. بدأت ان انا اقلب 10 كيلو من العلفة الخشنة على 5 كيلو من العيش المدشوش، او مكسراه بايدي كده يا بنات، بس يعني حاولي ان انت تكسريه ناعم شوية. هم 14 بط يا بنات ومعاهم 5 فراخ، فالميزانية كانت خرمت معايا، فقلت لا خلاص انا هبدأ اقلب عيش على العلف بس بكميات بسيطة، يعني العيش 5 كيلو، العلف 10 كيلو. بعد ما اخلص الشكارة دي هجيب شكارة تانية هتبقى الكميات بتاع الاضافات اكتر، وهضيف ذرة كمان يا بنات، يعني ممكن ياكلوها في اسبوع اقل اكتر على حسب. وان شاء الله هصور لكم كل المراحل بالتفصيل والاعمار اللي انا بضيف فيها اضافات. البط الكبير الحمد لله كده برضو بدأ يفوق. حطت لهم الوجبة بتاع الفطار الاول اللي هي عيش على علف على ذرة، بس نسبة العلفة للبط الكبير ده بسيطة جدا يا بنات. يعني شكارة العلف ال10 كيلو بيبقى عليها شكارة ذرة 25 كيلو، وحوالي 15 كيلو من العيش او وممكن اكتر. بفطرهم بيه الصبح كده الاول، وكمان باكلهم منه اخر النهار. والوجبه اللي بتسد جوع وبتنشف البط معايا بسرعه اللي هي الرجيعه على العيش، بسهم بشويه ميه كده، وبتبقى دي الوجبه اللي هي بتسد جوع معايا وبتوفر كمان معاكي. لكن العيش مع العلفة مع الذرة مع شوية الإضافات اللي احنا بنضيفهم منزلهم معاكم طبعا قبل كده، هم السبب الرئيسي في التسمين، وان انت تذبحي البط البلدي على 3 شهور ونص، 4 شهور بالكتير. طبعا ضفت كمان الشطة والخل في المية زي ما قلت لكم، عايزين ندفي البط كده وننشطه ما يكونش كسلان ويبدأ يسحب في العلف. كمان مقطعه لهم البصل على العلف والثوم. الجو اليومين دول يا بنات زي ما قلت لكم كله ميكروبات وكله بكتيريا وكله فيروسات، فحاولي على قد ما تقدري كده ان انت تحافظي. وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. ما تنسوش دعوة حلوة في التعليقات لاختكم سوزان. لو ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل الفيديوهات الجديدة. ولو عندكم اي سؤال سيبولي في التعليقات وانا بامر الله هرد عليكم. وان شاء الله مش هتأخر عليكم في الفيديوهات بتاع تربية الطيور تاني. انتظروني في فيديو جديد ومعلومات جديدة. مع السلامة.